السلام عليكم وفيديو جديد وحلقة جديدة معانا في القناة. مبدئيا قبل أي حاجة، أي مشكلة الصوت دي مشكلة متعلقة عندي أنا، مشكلة في صوتي نفسها. تمام، حد بيقول لي تتكلم من تحت البط؟ يا جماعة هي مشكلة في صوتي نفسها. تمام، فلما تلاقي فيديو صوته يعني واطي شوية، عارف إن أنا موطي أو صوتي فيه حشرة، أنا صوتي كده فيه مشكلة. تمام، ده في المايك عموما او المايك اللي انا بسجل منه فمش قوي شويه عشان لسه هجيب مايك وكده. فدي مشكله ما تهمكش انت، مشكله انت المهم عندك ان انت تسمع حاجه مهمه. كمان لو انك انت تتريق وتقول صوته مش بتاعتك، ده مبدئيا. تاني حاجه، آه الكومنتات ما بتعجبنيش شويه. يعني انت حضرتك لما تيجي تشتم وبتاع، مش لطيفه منك خالص ولا فير خالص منك اللي انت تفضل تشتم الكلام ده، لا. يعني انت ممكن تنتقد، ممكن يكون عنده خبر غلط، ممكن يكون عنده مصدر مش ما قال الخبر يعني مش مظبوط، لكن تشتم لا، مش هسمح لك بده. ان انت مش احسن مني ولا لك احسن من اهلي ولا اي حد احسن من حد. كل واحد كله سواسية، كله ما يقف قدام ربنا، وكل واحد بعمله. تمام، نخش في موضوع الحلقة. موضوع الحلقة بداية كده وكل حاجة، بقى كلمة ان انت اهلاوي وزملكاوي على جنب، واسمع الحلقة يعني ايه، بدماغ انسان فاهم وعاقل. تمام، الاهلي داخل شهر 6 الجاي، وفي قائمته 32 لاعب، منهم زيزو، امام عاشور، بن شرقي. التلاتة دول رسميا في كاس العالم مع النادي الاهلي. اي حد يقول لك النادي الاهلي او النادي الزمالك بيأجل كاس مصر عشان زيزو عشان يستفيد منه، لا، انسى الكلام ده كله. مفيش اي حاجه من الكلام ده كله هتبقى موجوده. القدم مسموح بيه لحد شهر 6 يوم 10. الكاس هتلعب يوم 6/6. تمام، الا اذا حصل في معسكر منتخب مصر يوم 5، فاذا الكاس هيتأجل ليوم 24/6. فاذا زيزو عقده مع الزمالك هينتهي 24/6، فالاهلي هيكون لعب تالت مباراة ليه في كأس العالم. تالت مباراة له في كأس العالم. تمام، ده الحنكة. طب لو الراجل ده راح مع الاهلي، اذا الموضوع يبقى شبه الكهرباء. الراجل راح مع الاهلي وانا عندي لسه الموسم بتاعي ما خلصش، والراجل ده الراجل بتاعي، لكنك دلوقتي في شغل، انت في ايدك تاسك، المدير اداك تاسك، وانت رحت مسكت في تاسك تاني ومحدش قالك عليه، انت اللي خدتها من دماغك، هتتجازى يا باشا. تمام، فهو ده اللي بنتكلم فيه. شوف بقى الصفقة اللي الاهلي بيحاول ان هو ياخدها من فم الزمالك. يعني الزمالك حاليا بيحاول ياخد صفقة، والاهلي كمان بيحاول يتنافس عليها، وهي صفقة شلاوليلي مهاجم سان داونز. الاهلي والزمالك بيحاولوا يشتروا اللاعب، عنده 32 سنة. حد يقول لي ما هو بن شرقي عنده 31 سنة، اقول لك عادي، عادي. الدنيا كلها كله بيشتري. ما انت عندك الزمالك، ما انت عندك واحد زي شيكابالا، عندك الزمالك اشترى عبد الله السعيد وعنده 38 سنه. انت بتتكلم في حاجه عاديه. انت عندك اكبر لاعبين في الدوري حاليا 3 دلوقتي، انت عندك منهم 2 حراس، واحد لاعب نص ملعب. انت واخد بالك من نص ملعب؟ راجل جراي رايح جاي، ما بيهداش. طب مين؟ نور السيد. تمام، وعندك المهدي سليمان، الهاني سليمان، وعندك شريف اكرامي. 3 هم. تمام، فاحنا بنتكلم شلوليلي مهاجم صن داونز. الزمالك والاهلي داخلين بقوات، الزمالك كفته افضل من الاهلي 100 مره. طيب صن داونز هيعلي طبعا، هياخد 1.5 مليون دولار على اللاعب ده، والزمالك هيحاول يشتريه بمبلغ اقل طبعا، الكيد مقفول عنده ومعهوش فلوس. فتفتكر انت كمشجع زملكاوي اهلاوي، لو شلوليلي جه الاهلي والزمالك هيفيدهم او لا؟ شوف فيديو جديد. سلام عليكم.